فيزا استراليا هل هي اونلاين ولا مش اونلاين؟ استراليا من اجمل الدول في العالم، له معلومات جميله جدا ومهمه جدا بخصوص فيزا استراليا. ناس كتير بعتت لي تسالني عادل هو فعلا فيزا استراليا مضمونه وبدون بصمه زي ما بنشوف على السوشيال ميديا؟ هل الكلام ده مظبوط ولا لا؟ هل فيزا اونلاين، هل فيزا استراليا اونلاين ولا ستيكر؟ هل بناخد ستيكر في الباسبور؟ طب ايه هي مده فيزا استراليا؟ هل هي فيزا استراليا فعلا ممكن اقعد في استراليا مثلا شهر بس ولا شهرين ولا 3 ولا سنه؟ كل المعلومات اللي لازم تعرفوها عن استراليا، واهم معلومات لازم تعرفوها، هل هي فعلا في حاجات فيها نصب ولا لا؟ لان في معلومات كتير مغلوطه بيتم النصب فيها بشكل محترف تماما، وللاسف ناس كتير بتقع فيها. بس خلينا نشوف استراليا مع بعض واقول لكم على معلومات مهمه جدا 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 عن استراليا مع عادل حول العالم. انا مين؟ انا اسمي عادل، مصري، بسافر بلف في العالم، سافرت الى 119 دوله حول العالم ومكمل رحلاتي حول العالم. هقول لكم على فيزا استراليا وكل معلومات تخص استراليا. يلا بينا. اولا الحقيقه ان فيزا استراليا هي اونلاين دلوقتي للمصريين. هل هي للكل اونلاين او لا؟ ما اعرفش، بس هتكلم على اللي يخصني وهم المصريين. فيزا استراليا اونلاين اونلاين اونلاين، مفيش ستيكر، مفيش حد يضحك عليك ولا يجيب لك ستيكر، مفيش ستيكر للمصريين. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه والمهمه، فيزا استراليا لازم بصمه، زي ما هوريكم دلوقتي من موقع وزاره الخارجيه، واقول لكم ازاي بتتعمل وفين بتتعمل. يعني ايه لازم بصمه؟ دلوقتي انا لما اجي ادخل اعمل فيزا استراليا بكل بساطه، هو انا داخل اعمل ابلكيشن اونلاين سخيفه جدا، بتملى دوكيومنتس رهيبه. هي لو هتعرف تعملها اعملها، مش هتعرف تعملها خلي حد يقدر يعملها لك يكون فاهم هو بيعمل ايه، عشان ما تخسرش فلوسك وتدفع فلوس على الفاضي. اول ما تملى الابلكيشن كلها كل حاجه تبقى مظبوطه وكل الاوراق معموله زي ما الكتاب بيقول، ساعتها هنعمل سبميت، بندفع الفلوس. اول ما بندفع الفلوس خلاص دن، بيجي لنا في نفس اللحظه او تاني يوم او ايا كان، بتتاخر ممكن بحد اكثر من 40 ساعه اتاخر، بس غالبا بتيجي في نفس اللحظه. البصمه، البايومتريكس، البصمه دي مهمه جدا، عشان الناس اللي بتقول هجيب لك فيزا استراليا مضمونه وبدون بصمه، اعرف انه كذاب كذاب. وهوريكم حاليا موقع وزاره الخارجيه الورقه اللي بتقول وبتثبت كل صحه كلام. يلا بينا، هوريكم الورقه حالا واقول لكم على فيزا استراليا والمده بتاعتها وكل المعلومات اللي انتوا نفسكم فيها، عشان الناس تبقى واعيه وفاهمه الدنيا. وهعمل رحله لاستراليا قريب جدا، انتظروها. زي ما انتم شايفين ده Australian Government Department of Home Affairs، دي خاص بوزارة الخارجية. أول ما قدمت جالي الجواب ده زي ما انتم شايفين. أنا قدمت يوم 10 سبتمبر 2023. عادل هي ايه الورقة دي؟ الورقة دي خاصة يا جماعة بالبصمة، هيجي لكم جواب البصمة ده أول ما تخلصوا الابلكيشن عشان تروحوا تعملوا بصمة. زي ما انتم شايفين بيتكلم على بايومتريكس، ازاي نعملها، الخاصة فيزا السياحة السب كلاس 600 فيزا ابلكيشن. طيب شايفين هنا بيقول لك ايه يا جماعه؟ طبعا هنختصر الكلام ده كله، لازم نعمل فينجر برينت والكلام ده كله على عيني وراسي طبقا للسكشن مش عارفه كام لماده كام ارتكل ايه. المهم ده اللي يهمني. بيقول لك هنا انت محتاج تعمل personal identifiers by attending biometrics. لازم نروح البايومتريك سنتر اللي هو موجود هنا في مصر عشان نقدر نعمل في خلال 14 يوم. يعني اول ما اعمل الابلكيشن في خلال وادفع الفلوس في خلال 14 يوم لازم اعمل ده. طب وبعد كده ايه اللي بيقول لك؟ بيقول لك انا the only fingerprint scans and facial photographs، البصمة العين وبصمة الايد مش هتتقبل، شايفين اهي will be accepted are those taken by staff at biometrics collection center، مش هتتاخد مش هتقبل الا من خلال المركز المعتمد ده. طب عادل لما اعمل ابلكيشن، لما الناس بتقول لك هجيب ازاي من غير بصمه، خليني اقول لك دلوقتي عشان تعرفوا واكد لكم المعلومه في الصفحه التانية منها، وهوريكم ازاي دلوقتي الكلام بيقول. زي ما انتم شايفين دي الصفحة التانية موجودة هي، بيقول لك عشان تروح تعمل البصمة لازم تجيب الجواب اللي اتبعت لك على الايميل ده وصورة من الباسبور او الباسبور بتاعك ايا كان. حلو الكلام، حلو الكلام. المعلومة المهمة بقى عشان تعرفوا ان الكلام ده مش حقيقة، what happens if you don't provide the information in time؟ ايه اللي هيحصل لو انت ما جبتش الانفورميشن اللي احنا طالبينها في خلال ال 14 يوم دول؟ شايفين الكلام بكل بساطة، اختصر لك الكلام كله اهيت. بيقول لك if you don't provide، لو انت ما جبتش الحاجات دي كلها your visa application must be refused، هتترفض under section 65 of the Migration Act.
بس بكل بساطه فيزتك هتترفض، وده اللي بيتلعب عليه يعني طبعا محدش فاهم والناس مش فاهمه. وشكرا جبت لك فيزا استراليا، الف مبروك، تربى في عزك ان شاء الله، وفي الاخر تكون دفعت فلوس كتيره جدا وفيزتك مش هي فيزا حقيقيه وفيزا مضروبه، بتخسر فلوسك. لازم البصمه حتى هذه اللحظه كلامكم فيها استراليا ببصمه، والمكان بتاع البصمه فين؟ والحمد لله بفضله زي ما انا قدمت يوم 10 سبتمبر زي ما قلت لكم، جالي رد يوم 21 سبتمبر، ما فيش ما كملتش 10 ايام الحمد لله الفيزا خدتها، والمره دي مميزه جدا وهوريكم. وزي ما انتم شايفين فيزا استراليا من 21 سبتمبر 23 ل 21 سبتمبر 24، وخدتها ليا ان انا اقعد تقريبا 12 شهر داخل استراليا، مالتيبل انتري كمان. يعني 12 شهر ليا اقعد 3 شهور بس، مع كل دخله ممكن اقعد 3 شهور براحتي. يعني انا ممكن بس اي دوله جنب استراليا هطلعها وارجع تاني اقعد 3 شهور في 3 شهور في 3 شهور براحتي جدا. ودي فيزا استراليا اهي قدامكم، ورقه مش استيكر. عشان فيزا استراليا زي ما انتم شايفين نو وورك، ما ينفعش اشتغل بيها. ماكسيمم 3 مانثس زي ما انتم شايفين، ممكن اقعد ادرس 3 شهور في استراليا. يعني انا كده ممكن اشتغل، مش هينفع اشتغل بس ممكن ادرس كمان، مع ان هي فيزا سياحه. يعني فيزا سياحه ممكن ادرس بيها او ممكن تدرس بيها. وطبعا لازم نسجل على موقع فيفو زي ما انتم شايفين، وطبعا هقول لكم كل التفاصيل. فيزا استراليا انا شايفها ان هي مش صعبه، ممكن اي حد يقدم عليها بكل بساطه، ربنا يكتبها للجميع ان شاء الله. ودي فيزا استراليا ببساطه. خدنا فيزا استراليا الحمد لله. اللي عايز يقدم على فيزا استراليا ممكن يبعت لي بكل بساطه، اقول لكم على معلومات كتير جدا عن فيزا استراليا، بس انا حبيت انوه على المعلومه دي لان للاسف في ناس كتير للاسف الشديد بيتنصب عليها في الموضوع ده، وانا حبيت ان انا انوه عشان الناس تاخد بالها ما تخسرش فلوسها. حابب يقدم على فيزا استراليا يبعت لي، اعمل لكم كل الابلكيشن، اظبط لكم كل حاجه ان شاء الله، ربنا يكتبها لكم ونسافر. وقريب جدا هعمل رحله لاستراليا وهنسافر وننبسط ونروح استراليا ونشوف استراليا، لان بالنسبه لي استراليا بقت هي الفيفورت ديستنيشن بالنسبه لي واكتر دوله انا حبيتها. يلا بينا نشوف استراليا مع بعض مع عادل حاولة. ما تنسوش تابعوني على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك واليوتيوب وكل بلاتفورم بنفس الاسم، باك باكر مونديال 119 دولة حول العالم مع عادل.